انت بجد؟ بجد. طب انا اعرف منين انت بجد؟ حاضر. حبيبي حبيبي بقى. السلام عليكم. مبدئيا انا مش جاي اتكلم لا عن الروايه ولا الفيلم ولا الاغنيه. انا اللي يهمني انتم الشباب والبنات اللي اتاثروا بالقصه دي جدا. فتلاقي بنات كتير يكتبوا على الفيس مين يا جماعه يدخل معايا هبته وتمنشن حد. تلاقي شاب يكتب يا شباب انا رايح هبته، محدش عاوز حاجه من هناك، هيكونوا عاوزين منك ايه من هناك؟ انت رايح الجنه يعني؟ والبنت اللي تقول انا نفسي ادخل هبته وكل حلمها انها تدخل هبته، طب ما ادخلي ساعدي والدتك في حاجه بدل ما هي من كتر التعب في المطبخ اهلها ما عادوش عارفينها. فانا جاي النهارده اكلم الشباب والبنات اللي بيحبوا بعض بجد وفي علاقه حب بجد ونفسهم ان العلاقه دي تستمر ويتجوزوا. تعالوا نشوف مع بعض قصه حب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قصه مرصد وعناق. مرصد كان صحابي كان قبل الإسلام بيحب بنت في مكة اسمها عناق. بعد الإسلام وبعد الهجرة كان بيحرر الأسرة من مكة. ففي مرة من المرات هو رايح بالليل عناق شافته وقالت له مرصد أنت مرصد؟ فقال لها أيوة مرصد. فقالت له هلم بات عندنا الليلة، تعالى بات عندنا الليلة. وهو فاهم هي تقصد إيه. فقال لها يا عناق، وهو بيحبها وبيفتكر كل حبه ليها. قال لها يا عناق إن الله قد حرم الزنا. ما قالهاش زي ما احنا بنشوف هو انت حقيقي، هو انت حقيقيه، طب اتاكد، طب هات حضن. مفيش. هو ده الجيل اللي رباه النبي صلى الله عليه وسلم. احنا النهارده يا جماعه مش جايين نتكلم عن المشكله، عاوزين نتكلم عن الحلول. احنا في كبسولة احنا شباب عاوزين نغير المايند سيت بتاعتنا ان احنا نفكر بعقليه الحل، بدل ما نتكلم في المشكله نعرض حلول. فاحنا يا جماعه في مشكله هبته، وهبته يعني 7، هنعرض 7 حلول مع بعض للمشكله دي. أول حلين يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي علمها لنا بمنتهى البساطة. لما كان حد بيحب وجاي للنبي صلى الله عليه وسلم وبيكلمه عن الحب اللي هو فيه، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقول له الحب حرام وبينهروا وبيزجروا، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت للمتحبين خير من الزواج. فبمنتهى البساطة يا جماعة أفضل حل وأول حل لقصة حب وعلاقة قوية هي الزواج يا جماعة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب، اسمعوا يا شباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فهو ده الأصل، مادام قادر تتجوز اتجوز. المشكلة إن في شباب قادر يتجوز وشقته جاهزة بس هو بيحب حياة السناجل، يحب يبقى أعزب ومش مربوط، يقول لك خليه زي الطير أنتقل من واحدة لواحدة، فده ما يرضيش ربنا. لو أنت صادق بجد وبتحب بجد اتجوز. طيب شاب تاني يقول لك يا ريتني جاهز، انا والله عايز اتجوز بس انا مش جاهز. الباءة مش معناها القدره على الزواج بس، معناها القدره على النفقه كمان. فانت لو عايز تتجوز ولسه ما عندكش المقدره كمل باقي الحديث، فمن لم يستطع فعليه بالصيام. وبدام عايز تتجوز بجد اشتغل واجتهد وحاول انك توفر مصدر دخل على قد ما تقدر لحد ما تبقى تقدر انك تتقدم بجد وتتقبل وتتجوز بجد. وتعالوا يا شباب لما نتكلم في الحب بطريقه عقليه شويه، في الاداره دونافيديان بيقول لك ان اي بروسيس في الدنيا، اي عمليه في الدنيا ليها 3 حاجات، في انبوتس مدخلات، وفي البروسيسنج العمليه نفسها، وفي مخرجات اوتبوتس واوتكمز. فببساطه شديده جدا ازاي نعمل كنترول كويس لمساله الحب؟ اولا يا جماعه مساله الانبوتس، الدش اللي قاعد بيجيب الناحيه دي على القلب اللي ورايا ده اللي اسود من الذنوب والمعاصي. تعال اما نشوف بالنسبه للانبوتس عشان نحل الموضوع ده. اول حاجه انك قلل الانبوتس شويه، قلل الانبوتس شويه. ازاي؟ ان بالنسبه للبنات نحاول قدر الامكان نقلل القصص الرومانسيه والاغاني الرومانسيه والافلام الرومانسيه اللي بتبقى مخلياكي عايشه في حاله رومانسيه ومستنيه الفارس اللي جاي بيجري على الفرس الابيض بتاعه ويجي ويخطفك ومش عارف ايه والكلام ده. صدقيني هتلاقي ان ده وهم ومش حقيقه خالص، مش هيحصل الكلام ده. والله يا جماعه انا لسه عارف قصه واقعيه لحد اعرفه، شاب كويس جدا متجوز واحده كويسه جدا، ولكن بسبب انها كان عندها خلفيه كبيره من قصص رومانسيه وروايات وافلام رومانسيه، فكانت متخيله ان حبيبها ده يعني هيبقى الفتى الطائر. فللاسف بسبب انها هي لقت ان الواقع ما هوش كده طلبت الطلاق وبيتهم اتخرب على الرغم ما بينهم اولاد. بسبب ايه؟ بسبب زياده الانبوتس من قبل الزواج. فدي الخطوه الاولانيه انك قلل الانبوتس. وحاجه ثانيه يا شباب مهمه جدا عشان نقلل الانبوتس شويه، وهي غض البصر سواء للشباب او للبنات. ربنا سبحانه وتعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهن وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن. فعشان كده لما تيجي تفكر معايا
افهم بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جه شاب يستأذنه في الزنا ومسح على صدره ودعا له، قال ايه؟ قال اللهم غض بصره وطهر قلبه وحصن فرج. النقطة الثانية بقى يا جماعة هي البروسيسنج. قلبك بقى نفسه ما ينفعش يكون فاضي. الشيء الأجوف الفاضي بيبقى عاوز أي حاجة تملاه، عشان كده ما ينفعش قلبك يبقى فاضي ابدا، ما ينفعش قلبك يبقى فاضي ابدا. املى قلبك وقلبك بحب الله، بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحب الصحابه، وانت بحب امهات المؤمنين، واقرأوا سيرهم واعرفوا قصصهم، واملأ حبك ده بالحب الصالح بجد. النقطه الثالثه بقى يا جماعه هي نقطه الاوتبوتس، المخرجات. اللي عاوز اقوله ان المفروض يا بنات المخرجات ما هياش في بوستات على الفيسبوك الى زوجي المستقبلي، الى حبيب المستقبل، هتيجي تلاقيني عامله لك ايه ومظبطه لك ايه والكلام ده، وانت تقول الى زوجة المستقبل، الى الغندوره اللي مش عارف ايه. ابدا، الكلام ده ما يتكتبش على الفيس. امال ايه اللي يحصل؟ حاولي قدر الامكان خلي كل كلام الحب اللي عندك وكل الكلام الحب اللي عندك ده مقفول في قلبك ومقفول بالقفل وما يتفتحش الا بعد الجواز. طيب افضل كابته في نفسي، يعني الطاقه العاطفيه والرومانسيه اللي عندي دي اعمل فيها ايه؟ استغلها صح واخرجها صح. ازاي؟ اقوى واهم حاجه الصحبه الصالحه والحب في الله على قد ما تقدر. رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا، قال انك لما تحب حد روح قول له اني احبك في الله، وهو يقول لك احبك الله الذي احببتني فيه. الحل رقم 6 يا شباب هو ان لازم يكون مفيش اوقات فراغ، نو سبير تايم. اشغل نفسك جامد، اشغل نفسك جامد، اتعلمي، خد كورسات، روح وانزل وذاكر وروح وتعالى، المهم ما تفضاش ابدا. وافتكر ان القلب يعمل ان لم تشغله بالطاعه شغلك بالمعصيه. واخيرا بقى يا شباب رقم 7 المحاضره الاخيره. المحاضره الاخيره يا جماعه اللي اول كلمه فيها خلي بالك من قيمك كويس، خلي بالك من القيم اللي بتتضرب عندك في مقتل وبتتدمر وانت مش واخد بالك وتخرج عادي. خلي بالكم من 7 قيم اتضربت في القصة دي يا جماعة. رقم 1 الحب عند الأطفال. نقطة إن أنت تلاقي إزاي ما بين الطفل والطفلة إزاي أصحاب من هم صغيرين وبينهم علاقة حب قوية. رقم 2 الحب في ثانوي، إن إزاي يكون في علاقة ما بين الشاب والبنت في ثانوي ويتصارحوا في حبها ويكون ما بينهم علاقة من وراء الأهل. رقم 3 إظهار قد إيه الأهل اللي يمنعوا بناتهم وولادهم من علاقة حرام ناس رجعيين وناس متخلفين. رقم 4 ضياع الحياة عند الناس الجامعيين وبعد الجامعة، إن إزاي واحدة عادي يكون لها صديق بتقابله على السطح وفي علاقة وحضن وبتاع وعادي جدا ما فيهاش أي مشكلة. رقم 5 الحجاب، إن الحجاب نزوة، لما أبقى مخنوقة ألبسه، واللي لابسين الحجاب دول عشان عندهم أزمات، إنما لما أعرف بقى المشكلة أعرف حلها والنزوة تروح أقلع الحجاب وملوش لازمة. القيمة اللي اتضربت رقم 6 الخيانة، إن إزاي حتى لو أنا وأنت أصحاب مفيش مانع أبدا إن أنا لو البنت بتاعتك عجبتني أخد رقمها وأديها رقمي والدنيا عادي خالص، وده يؤدي للخيانة بين الزوجات والأزواج بعد كده. القيمة رقم 7 الانتحار، إن عادي تلاقي كذا حد يتضايق من أي حاجة ينتحر عادي، ودي حاجة أنا كنائب للطوارئ والسموم بشوفها أنا شخصيا في كل نبطشية بكم شباب وبنات وأمهات بيجوا ينتحروا كل يوم. فين ربنا من الكلام ده كله يا جماعة؟ ده بالنسبة للقيم. النقطة الثانية يا جماعة في المحاضرة الأخيرة، فين ربنا يا جماعة من الكلام ده؟ فين ربنا يا شباب في علاقتنا؟ هتعملوا إيه لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك عبدي لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ هتعمل إيه يوم القيامة لما تلاقي مرفوع عليك لواء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة بغدرته مكتوب عليه إن فلان ابن فلان قد خانك في أهل بيتك. هتعمل ايه ساعتها؟ هتعملي ايه ساعتها لما تلاقي نفسك مفضوحه قدام اهلك بكل خيانه انت خنتيها؟ هنعمل ايه يا شباب؟ هنعمل ايه يا بنات؟ وختاما الكلام عن الحب الحقيقي. الحب الحقيقي يا جماعه مش اللي احنا بنشوفه في القصص والروايات والقصص اللي في الافلام. الحب الحقيقي مش هتعيشوه بجد وتعيشوا مرحله الحقيقه بجد الا في الحب الحلال بعد الجواز. فعلا يا جماعه الجمله المشهوره بتاعت كلنا نقدر نحب، كلنا نعرف نحب، والحب ده هيتقسط على كل لحظة في حياتنا. فعلا افتكري ان الحب الحرام اللي كان قبل جوازك هتفضلي طول عمرك عايشة عذاب المقارنة ما بين حبيبك القديم وما بين جوزك، وهتفضل طول عمرك عايش عذاب المقارنة ما بين حبيبتك القديمة ومراتك. وآخر كلمة في المحاضرة الأخيرة هي إن الحب الكامل ولو لمدة دقيقة واحدة هو أجمل حاجة في الحياة. فعشان كده اصبروا يا شباب واصبروا يا بنات، صدقوني بعد الجواز لما تعيشوا حب بجد هتنسوا كل مدة الصبر اللي فاتت.
اعرفي انه لو بيحبك بجد يخاف عليك زي اخته، مش هينتهز اي فرصه عشان يبص على جسمك، هيخاف على دينك وهيخاف على حياتك وهيخاف على اخرتك. هي لو بتحبك بجد وخايفه عليك هتخاف على اخرتك، مش هتخليك تعمل معاها اي حاجه حرام. فعشان كده يا شباب، لو احنا بنحب بجد وعاوزين العلاقه دي تتم بجد ويبقى حب كامل بجد، نتقي الله في العلاقه دي ونتقدم رسمي ونروح للبيوت من ابوابها عشان ربنا يرضى علينا ونعيش احلى حب بجد كامل بعد الزواج. سلام عليكم.